ادعوا الله لي. وكان الغلام عمره لا يتجاوز 5 سنوات، فدعا لأبيه قائلا: يا أبتاه، أسأل الله رب العالمين أن يجعلك آدمي التوبة، إدريسي المكانة، نوحي العمر، إبراهيمي الوفاء، إسماعيلي الوعد، شعيبي التوفيق، موسوي الشجاعة، هاروني الشفقة، زكريائي الإجابة، أيوبي الصبر، يحيوي البساطة، عيسوي الرحمة، محمدي الخلق. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال، وراء الرحمة الكبرى، وراء الرحمة الكبرى، وزاي زين الوجود، وزاي زين الوجود، وسين السهود، وشين الشهود، وسين السهود، وشين الشهود، وصاد الصفاء، وضاد الضياء، وطاء الظلال، وضاء الظلال، وعين العلم، وعين العلم، وغاء الغناء، وغاء الغناء، وفاء الفتوة، وقاف القوة، وفاء الفتوة، وقاف القوة، وكاف الكمال، ولام اللطف من المتعال، وميم الملك، ونون النوالي، وميم الملك، ونون النوالي، وواو الوفا، وهاء الهنا، وواو الوفا، وهاء الهنا، ولا رسول الله. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، إلى كل من يشاهدنا الليلة عبر أي شبكة عنكبوتية أو عبر قناتي المديح الفضائية أو مصر البلد الفضائية، نحن الليلة على موعد ولقاء من عزاء عائلات عبد المعطي وآل أبو الشعور بشوبة إكراش ديار بنجم شرقية. أقول لكل من يستمع إلينا الليلة هنا: عم الحاج اللي سمعني من سكرة الموت. سكرة الموت ألم وجع نزل بالروح في جميع أعماق البدن. اسمع: سكرة الموت ألم نزل بالروح في جميع أعماق البدن. فالروح منزوعة ومجذوبة من كل عرق من العروق ومن كل مفصل من المفاصل حل بها الموت في أصل كل شعرة وبشرة من الرأس إلى القدمين. سين سؤال: لماذا لم يستغيث الميت؟ سين سؤال: لماذا لم يصرخ الميت؟ أتدرون لماذا لم يستغيث الميت؟ أتدرون لماذا لم يصرخ الميت؟ أتدرون لماذا لم ينادي الميت على الأحباب؟ أتدرون لماذا لم ينادي الميت على الأصحاب؟
وكلكم ميت وكلكم ميت. عم الحاج يا اللي سمعني، انا قلت لك في خطبة العصر النهاردة فيكم ناس هتموت في شهر 11 وفيكم ناس هتموت في شهر 12، مش هنعدي عليها السنة دي. ليه؟ لأن سهم الموت قد أطلق بالفعل، طلقة الموت قد أطلقت بالفعل، رصاصة الموت قد أطلقت بالفعل. توصل لك امتى؟ قدر المسافة التي حددها الله، منا 60 عاما ومنا 70 عاما. بس اسمع، يا ابو 60 سنة، 60 سنة ولم تتب الى الله، يا ابو 60 سنة. انت عارف انا قلت للشعب المصري كله والعالم المسلم كله مرة واثنين وعشرات المرات. عارف عم الحاج اللي سمعني النهاردة، سمعني هنا سواء في ديار بنجم الشرقية او على الشبكة العنكبوتية، انت عارف معنى كلمة 60 سنة يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني خلاص محدش يزعل مني يا ابو 60 سنة. والله 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 ما انت عالي 60 قد 60. سيدنا النبي ما تصلي عليه بيقول اعمار امتي فيما بين 60 الى 70. يا ابو 60 سنة، 60 سنة ولم تتب الى الله، يا ابو 60 سنة، 60 سنة ولم تصطلح مع الله، يا ابو 60 سنة، 60 سنة ولم ترجع الى الله، يا ابو 60 سنة فاكر شهادة الزور اللي انت عملتها، يا ابو 60